السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة هشارك معاكم يوم من ايامي بإذن الله يعجبكم وتستفادوا منه ولو بحاجة بسيطة. قبل ما نبدأ كلامنا وقبل اي حاجة عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، وان شاء الله كده يكون يعني شهر التغيير للأحسن في كل حاجة وفي كل أحوال حياتنا ان شاء الله، ويكون كده شهر الخير واليمن والبركات عليكم وعلينا جميعا اللهم امين. ان شاء الله النهارده شارك معاكم يوم كده من بداية السحور. اللي بعمله معاكم دلوقتي ده كده السحور. تمام، كانت الساعة تقريبا يعني 3:15 كده. فالرز اللي معايا ده رز كان متبقي يعني من مقلوبة، كنت عاملة مقلوبة وكان متبقي منها شوية رز، فقلت يعني هعمل منهم على بيض كده. الأكلة دي معروفة عندنا في البلد، يعني مش عارفة حد بيعملها ولا لأ. غير عندنا في البلد يعني اللي هو رز في بيض كده. بيكون جميل خالص يعني ومغذي برضه، فقلت هعمل كده شوية اللي زوجي يتسحر بيهم. لكن انا عاملة ديت الحمد لله، عاملة ديت من قبل رمضان بحوالي 10 ايام كده، والحمد لله يعني ماشية عليه. فاللهم استبد بقى ربنا يثبتنا كده علشان نلاقي نتائج حلوة ان شاء الله. فهعمل بقى لنفسي زبادي. طبعا مش كل يوم بتسحر زبادي، يعني اوقات بتسحر بيض او فول او كده او سلطة وفاكهة، يعني مش كل يوم بيكون حاجة معينة. لازم ننوع برضو، ولازم ناخد كل الحاجات يعني كل العناصر الغذائية علشان جسمنا برضو ما نتعبش، لان احنا في صيام وكده. فانا هنا معايا علبة زبادي عادية خالص، يعني ما مش شرط تكون يعني شايلة الوش بتاعها ولا حاجة. وعصرت عليها نص ليمونة كده وأقدم معاها خيار، ودي اللي هتسحر بيها ان شاء الله. يعني اليوم اللي بكون يعني اكلت في الفطار بروتين يعني ونشويات وعناصر غذائية يعني كاملة، بخلي السحور يكون زبادي او سلطة او اي حاجة خفيفة. تمام، فاليوم ده كنت عاملة مقلوبة زي ما قلت لكم، وكان في فراخ وكده، فقلت السحور يكون حاجة خفيفة يعني. فالمهم ده كده كان سحورنا، فهصحي زوجي بقى علشان نتسحر ونكمل يومنا مع بعض ان شاء الله. سعيد يا سعيد، يلا عشان نصحى. فعلى قد ما اقدر يعني بحاول انوع في السحور كده، يعني مش كل ليلة اللي هو السحور التقليدي بتاعنا بتاع المصريين، اللي هو يعني طعمية وفول وبيض وجبنة ولانشون وحاجات من دي. لا، بحاول برضو اني اغير، مرة رز مرة وموس مرة كده، علشان خاطر زوجي ما يزهقش برضو ان لا اعمله النهاردة اعمله بكرة. فلا يعني بحب يعني ادخل شوية رز كده في وسط الاسبوع يعني. اتعودت بقى ان بعد لما بنتسحر بستغل الوقت اللي مولعة فيه على الشاي اغسل فيه المواعين بتاعة السحور. طبعا مواعين السحور ما بتكونش كتير قوي يعني، لان بيكون يعني معظم الحاجات اللي بنعملها جموس وكده، فما بتكونش مواعين كتير قوي يعني للدرجة، يعني ما فيش اللي هي الحلل بقى والحاجات اللي هي الكتيرة بتاعة الفطار دي. فبستغل بقى الوقت اللي مولعة فيه على الشاي بغسلهم على السريع، ما بحسش بيهم بقى. بقوم تاني يوم الحوض فاضي ورايق، فبطلع الحاجة اللي هعملها لتاني يوم. لو هطلع حاجة من الفريزر يعني بطلعها تفك على الحوض كده براحتها، لان الجو برد الايام دي. لكن لو في الصيف بطلع الحاجة على رف التلاجة، لكن الايام دي بطلعها على الحوض عادي. فالحوض بيكون فاضي. تاني يوم بشتغل كده بروقان، ما بيكونش فيه كركبة. فتعودت يعني على كده، لان انا بعد ما بنسحر اقوم غسله المواعين على طول. عملت لي بقى شاي اخضر، طبعا الراعي الرسمي الايام ديت الشاي الاخضر، بس بشربه من غير سكر. وبرده ما منعتش السكر، انا منعت السكر اول 10 ايام في الدايت بس، لكن دخلته بقى بعد كده واحدة واحدة، يعني كل يوم باخد معلقة سكر تقريبا. حتى لما بعمل عصير برضو بعمل العصير بفرمه في الخلاط، وبحط يعني معلقة سكر واحدة في الأول، وبعدين بصبله كوباية لوحدها كده، وبعدين أكمل بقى السكر اللي هو المظبوط بتاع زوجي، وأفرم العصير تاني. فبقلل في السكريات خالص على قد ما بقدر. ولو باكل حاجة مسكرة كنافة مثلا أو حلويات من بتاعة رمضان وكده، باكلها بعد وجبة كاملة، يعني بعد الفطار على طول باكل حتة صغيرة خالص. ان شاء الله في مرة تانية هبقى اتكلم معاكم في العادات اللي غيرتها للنظام الدايت. هو مش هقول لكم ان في نتيجة اللي هي واو، ان انا يعني في نتيجة يعني كبيرة وكده، لا، هو بس انا حاسة اني مرتاحة على النظام ده، حاسة ان يعني نفسيتي مرتاحة عليه.
هو انا بدأت بصيام متقطع، بس يعني بصوا علشان الفيديو بس المقاطع ما تدخلش في بعضها واتوه منكم واتوه انا بعمل ايه، هتكلم معاكم في موضوع الدايت ده في مرة تانية ان شاء الله، يكون يعني فيديو لوحده كده. المهم هنا بعد لما غسلت المواعين وكان عندي بقى رز اللي كان متبقي برضو من المقلوبة، كنت مكتره الرز مش عارفة ليه، برغم انا برضو من اول لما بدأت ديت بقيت بعمل حاجات صغيرة كده في حلال صغيرة خالص. بس المرة دي الرز كتير مني يعني. فالشوية اللي اتبقوا دول بعد لما عملت لزوجي برضو اتبقى شوية تانيين، فقلت خسارة برضو ان ارميهم، حطيتهم كده في علبة وحطيتهم على رف التلاجة، وتاني يوم ان شاء الله برضو هستغلهم في حاجة، هتشوفوا معايا ان شاء الله نستغلهم في ايه، وهنقدمهم بطريقة يعني طريقة شيك كده وأكننا عاملين وصفة من اولها من اول وجديد، زي ما تشوفوا معايا ان شاء الله. طبعا بغسل في الحلة الألمونيوم، هي الحلة الألمونيوم دي جميلة جدا ونفسها حلو في الأكل وبحبها خالص، بس مشكلتها إنها بتحتاج دعك كتير كده، يعني لما بدعك الحلة يعني بحس إن إيدي وقفت خلاص. بس أنا برتاح فيها عن الستانلس وعن التيفال وعن أي حاجة، حتى لو منقرة برضو يقولوا مش صحية ومش صحية، لأ برضو بحبها. يعني احنا يعني طول عمرنا متربيين عليها أصلا، وأهلنا زمان متربيين عليها وما شاء الله كويسة، فأنا بحب الحلة اللي هي الألمونيوم. فالله اعلم بقى هي فعلا حكاية صحية دي ومش صحية دي حقيقة ولا لأ، بس يعني كنفسيا كده برتاح فيها اكتر من التيفال. المهم هنا خلصت المواعين، واغسل بقى الحوض واطلع السمك علشان يفك. انا هنا كنت شربت الشاي بتاعي، كان الفجر قرب يأذن، فشفتوا المقطع اللي هو سبت الغطا فيه ده شوية، كنت رحت سبت الغطا يبوش كده شوية ورحت شربت الشاي بتاعي ورجعت بقى غسلته واغسل الحوض. تمام. وهطلع السمك يفك، كان عندي سمك مكاريل، فهطلعه علشان يعني يفك كده من بالليل، علشان بحب الحاجة اللي هعملها تاني يوم اطلعها من بالليل علشان تكون يعني لو هتتبل مثلا لو فراخ او كده، لو حاجة هتحتاج تتبيلة يكون معايا وقت اتبلها اول لما اقوم تاني يوم، يعني طبعا يعني علشان السهر بتاع السحور وكده بنتأخر في النوم شوية. فزوجي طبعا الله يعني عينه يقويه يا رب بيصحى بدري ويروح شغله، لكن انا بتأخر شوية، بقوم بقى باخد الحاجة اللي انا مطلعها بلاقيها فكت، فلو عايزة تتبل بتبلها، لو لقيت لسه قدامي وقت طويل بدخلها التلاجة عادي على رف التلاجة من تحت، لو لقيت اللي انا مثلا راحت عليا نومة او كده بشتغل فيها على طول، فبكون ضامنة انها فكت خلاص، مش انا لسه هستناها تفك او هحطها في مية او اكون مستعجلة او كده، فلا نطلع الحاجة اللي هتفك من بالليل احسن يعني. المهم هنا كان معايا كيلو سمك مكاريل، فطبعا كانوا 3 يعني اللهم بارك كانوا حجمهم كبير، فكانوا هيبقوا كتير علينا واحنا في صيام وكده الناس ما بتاكلش اصلا، فقلت هعين واحدة، يعني استكبرت اللي هي اكبر واحدة فيهم، هعينها كده في الفريزر وابى اعملها في مرة تانية ان شاء الله. والاتنين اللي هم الصغيرين دول هعملهم معاكم تاني يوم بقى باذن الله، يعني هنعملهم بطريقة جميلة خالص وحلوة جدا، يعني ان شاء الله تعجبكم لما اشوفها معايا باذن الله. لكن دول هسيبهم بقى يفكوا، والتانية دخلتها الفريزر ابقى اعملها في يوم تاني ان شاء الله. تمام. فكده كنت شطبت المطبخ وغسلنا المواعين وغسلت البوتاجاز اصلا ما كانش اتبهدل مني، انا كنت غسلاه ساعة الفطار ما اتبهدلش في السحور يعني ولا حاجة، والمواعين كنت غسلتها. فكده بقى هطفي النور وهاخد الرز ده ادخله التلاجة وهقفل المطبخ على كده، والفجر بقى كان بيأذن في الوقت ده، فهطلع بقى علشان اتوضى واصلي الفجر واشوفكم تاني يوم بقى ان شاء الله. وهشوفوا دلوقتي دخان كده طالع من المصنع اللي هتشوفوه دلوقتي معايا، ما تقلقوش ولا تتخضوا، الدخان ده مصنع يعني، ما يعني لا قدر الله مش حاجة وحشة ولا حاجة، الدخان ده من المصنع يعني. تمام. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسلامة دايما يا رب. على صحة دلوقتي احنا النهاردة كده تاني يوم، ما عملتش اي حاجة لسه، قلت بس اصبح عليكم كده واقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. رمضان كريم. ان شاء الله دلوقتي بقى هعمل ايه؟
انا اتوضيت الحمد لله اول لما صحيت، اصلي بقى الظهر، وبعدين هرتب الشقه كده على السريع، الترتيب اللي هو بتاع كل يوم يعني. هطبق الفرش بتاع السرير جوه، وهرتب الصاله هنا، اكنسها كده وانظمها، وبس. ده الحاجات اللي انا اعملها مع نفسي كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وكمان هبص كده اشوف جيراننا اللي تحت حد نشر غسيل ولا لا. لو لقيت حد نشر غسيل مش هغسل النهارده، لان النشافه لسه ما اتصلحتش برده، ان شاء الله نشوف حد يصلحها النهارده باذن الله. فعايزه اغسل لان عندي غسيل كتير وكده، فلو لقيت حد ناشر مش هعرف اغسل طبعا علشان خاطر الغسيل ما ينقصش عليهم يعني. لو لقيت مفيش حد ناشر هغسل النهارده ان شاء الله. تمام، فهرجع لكم بقى وانا هشوف. لو غسلت هرجع لكم واحنا بننشر مع بعض ان شاء الله، لو ما غسلتش هرجع لكم على المطبخ على طول. فكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب. يلا بينا. زي ما شايفين بقى لقيت جيراننا اللي هم في التاني ناشرين، فالحمد لله اللي في التاني هم اللي ناشرين، لان لو اللي تحتنا على طول دول يعني بيقعدوا يعني 4-5 ايام كده لما يلموا غسيلهم، فبيتاخروا يعني. لكن اللي في التاني دول بيلموا على طول. فانا شغلت الغساله وقلت هسيب الهدوم تتصفى براحتها لحد لما هم يلموا بقى، ابقى انشر لحد لما نصلح النشافه ان شاء الله على خير. فدايما كده اول لما بصحى بشوف يعني ترتيب الشقة، لو عايزة اغسل، لو عايزة مثلا غسيل مشروع عايزة ألمه وأطبقه. فالحاجة اللي زي كده بعملها وأنا لسه عندي باور كده قبل لما أفصل. فالحاجات اللي زي دي ترتيب الشقة ويعني وأكنسها وأعطرها والحاجات دي وتطبيق الفرش وكده. لو هشمس مثلا بطاطين أي حاجة من الحاجات دي اللي هو في ترتيب الشقة بحب أعملها أول لما بصلي الظهر على طول. بصلي وأخلص الشغل بتاع الشقة بحيث لما زوجي يرجع من الشغل يلاقي مكان نظيف ومرتب كده وحلو، لو عايز يرتاح من الشغل أو كده. وانا في المطبخ بقى مع نفسي جوه بقى عايزه اطبخ عايزه اعمل، بكون في المطبخ جوه بقى مع نفسي. تمام، فالحمد لله يعني ماشيه على النظام ده كده من اول رمضان، والحمد لله يعني اليوم مرتب ومنظم بفضل الله. هنا بقى بنضف معاكم السمك. انا بقول لكم السمك ده اللي هو الاصلي، اللي هو اللمعه بتاعته بتكون ظاهره شويه والخطوط بتاعته بتكون واضحه كده. هنا بنضف بقى الحاجه في الشنطه اللي كان فيها السمك واتخلص منها على طول من غير ما بهدل الحوض ولا اكتمه ولا الحاجات دي كلها. تمام، والحاجة اللي بستخدمها بغسلها أول بأول على طول، عشان برضو مش بعد ما أخلص الفطار ألاقي كوم مواعين كده ورايا، فلأ على قد ما بقدر الحاجة اللي بتتبهدل مني بقوم غسلها على طول. طبعا مش كل يوم يعني بصراحة أوقات بيكون اليوم مضغوط معايا، بالذات لو بعمل كذا صنف يعني حلويات وأكل وكده، فاليوم بيكون مضغوط معايا شوية، فممكن يعني يتبقى معايا شوية مواعين كده لساعة الفطار. لكن على قد ما بقدر بحاول ان اخلي الحوض فاضي قبل الفطار على قد ما بقدر، لان بعد الفطار يعني بنتقل شوية كده، فيكون الحوض معايا فاضي يعني يكون على قد مواعين الفطار بس. تمام، المهم هنا سبت السمك يتنقع شوية، والمواعين بقى اللي كنا غسلناها بالليل وقت السحور لو تفتكروا رجعتها في مكانها علشان هبدأ بقى في الشغل كده في السمك. تمام، فشايفين بقى الحوض معايا نضيف والحوض فاضي، الترابيزة فاضية، البوتاجاز نضيف، يعني كل حاجة الحمد لله يعني رايقة علشان مرتبينها من بالليل. فالحاجة دي خطوة بسيطة خالص بس بتريحك يعني 180 درجة، يعني غير لما بتكوني كده مشتتة ودماغك كده مكركبة من الحاجات اللي حواليكي وبتدور على معلقة مش لاقية، بدور على سكينة مش لاقية، فلا كل حاجة بتكون نظيفة وفاضية كده ومنظمة حواليكي، فده بيريحك انت. المهم هنا بقى هبدأ معاكم في السمك، هعمله التتبيلة الأول. فعملت كده فتحات في السمك علشان ده هندخل فيها التتبيلة، علشان سمك المكاريل ما شاء الله بيكون يعني تخين كده، فعلشان اللحم بتاع السمك يتبل من جوه، ما يكونش التتبيلة من بطنها بس، لا يكون لحم السمك من جوه أصلا متبل. تمام، فعملت بقى فتحات كده. المهم معايا البرطمان اللي شفتوه معايا من شوية ده حاطة فيه عاملة فلفل أخضر وفلفل أحمر حامي وتوم فرمهم في الكبة، وحاطة على وشهم شوية زيت ومقلبة معاهم شوية ملح، وبحطهم كده في برطمان وبحطهم في باب التلاجة. بستخدمهم بقى في أي تتبيلة سمك، على بتنجان مثلا، على أي حاجة من الحاجات دي بيكون جاهز معايا وسهل وسريع. وحطيت هنا كمون وكزبرة وحط فلفل اسمر. المعالق الصغيره البيضه دي اللي شفتها معايا من شويه اللي كنت بوريها لكم دي كانت معالق ايس كريم من ايام الصيف، فكنت غسلتهم بقى ونشفتهم كويس وحطيت في كل برطمان معلقه، وباخد منها مع الفلفل الاسمر ومع الكمون والكزبره، وباخد بيها يعني لما بحتاج او كده. ده بيسهل عليا برضو، بدل لما اخد في الغطا كنت باخد كمية كبيرة غصب عني، لكن دلوقتي بتحكم في الكمية اكتر بالمعلقة الصغيرة دي.
واستغليتهم يعني بدل ما كنت ارميهم. وحطيت هنا بقى عصير ليمونة وشوية زيت وشوية خل، وظبطت طبعا الملح والتوابل اللي قلنا عليها، فلفل اسمر وكمون وكزبرة. ودي تتبيلة بقى بتمشي معاكي في اي نوع سمك، ما شاء الله تتبيلة جبارة. وممكن تفرمي معاها شبت وكزبرة وبقدونس، بس انا ما عملتش معاها لان انا طبق الخضار اللي ورا اللي شايفينه ده مقطعه معاه شبت وكزبره وبقدونس، هنحطهم تحت السمك في الصينيه، فعلشان كده ما حطيتش في التتبيله خضره يعني. لكن لو مش هتحطي تحت الخضار تحت السمك خضار، فاعملي في التتبيله دي شبت وكزبره وبقدونس او شبت بس حتى، يعني بيخلي ريحته حلوه برضه. هنا بقى همسك السمك اتبله كويس جدا من جوه ومن بره ومن الفتحات اللي عملناها ومن كل مكان فيه، علشان ما يكونش فيه ريحه زفاره خالص. طبعا احنا غسلينه كويس جدا بدقيق وبليمون، فمفهوش ريحه زفاره الحمد لله. بس برضو زيادة التأكيد نتبله كويس علشان يكون ريحته من جوه حلوه وطعمه كمان حلو. هنا بقى هعمل الفرش كده اللي هعمله تحت السمك. هجيب معايا الخضار ده شبت وكزبره وبقدونس زي ما قلنا، وشرايح بصل وجزر مبشور وشرايح فلفل. دي الخضار اللي هستعمله، وطماطم كمان، بس الطماطم مش هحطها دلوقتي. هقلب معاهم بقى المعلقه المتبقيه من التتبيله اللي عملناها، وهدعك الخضار ده دعكه يعني بنت لذينه كده. وهحط معاهم كمان عصره ليمونه وشويه ملح وفلفل، اللي هو الملح المبهر اللي كنا عملناه مع بعض قبل كده. هدعكم بقى مع بعض دعكه كويسه خالص علشان كل الروائح الحلوه اللي فيهم كده تطلع، ويعني الخضار كله ياخد من طعم بعضه كده ويمتزجوا مع بعض. الخطوه دي تبان اللي هي بسيطه، بس بتفرق في اي حاجه يعني. حتى لو هتعملي فراخ في الصينيه كده في الفرن، برضو البصل اللي بتعمليه ادعكيه كده بالبهارات بايدك كده، يعني ما شاء الله يعني بتاخد الصينيه في حته تانية خالص. وجربوها وانت هتلاحظوا الفرق يعني بنفسكم. هنا بقى دعكت الخضار وهحط الطماطم، هقلبها بس معاهم كده، مش هدعك الطماطم لانها طريه طبعا. فانا دعكت بس الخضار اللي هو ينزل الميه بتاعته، البصل والجزر والفلفل والخضره والحاجات دي. وفردت هنا الطماطم وقلبتها معاهم برضو علشان تاخد من طعم الملح وكده. وحطيت كمان ليمون. وعايزه اقول لكم بالمناسبه، الليمون اللي هو الكبير ده ما تشتروهوش، اللي هو عامل زي الجوافه ده مش حلو خالص يعني، هو منظر بس كده، لكن يعني طعمه غريب، مش زي الطعم البلدي بتاعنا برضو بتاع الليمون البلدي، فهو يعني مقلب بصراحة. المهم بستخدمه بقى في التزيين والحاجات دي، لكن كعصير وكده مش حلو بصراحة. هنا بقى بعد لما رصيت السمك في الصينية فوق الخضار، جبت معايا طبق كده فيه شوية صلصة ومعلقة زيت كده او معلقتين زيت، يعني شايفين ما شاء الله صينية السمك هعملها بمعلقتين زيت بس، وممكن معلقة واحدة كمان. فبرضو يعني بقلل برضو الدهون والدسم والحاجات دي على قد ما بقدر. فهنا بقى ده سبت كده معلقة في الطبق بعد لما دهنت السمك، علشان اول لما ينشف كده في الفرن اديله وش كمان بالفرشة كده، علشان تفضل اللمعة بتاعته حلوة وياخد لون حلو في الفرن ان شاء الله زي ما هتشوفوا معايا. بس احنا كنا في الوقت ده كده كان لسه بدري، كان الساعة تقريبا كده 3:30 او 4:45، فقلت لسه بدري، فهغطيه بالورق الفويل ده وهركنه على جنب. وعلى الساعة 4:30 كده او 5:45 مثلا هدخله الفرن. تمام. فكانوا قدامي وقت، فهسيبه بقى يتبل شوية كده، وزي ما قلت لكم الشوية اللي في الطبق دول هسيبهم ابقى ادهن بينهم السمك طول ما هو في الفرن عشان يفضل طري كده. وهنا بقى الرز، زي ما قلت لكم الرز اللي كان متبقي معانا من بالليل بتاع المقلوبة اللي كان متبقي يعني وقت السحور، ده هسخنه ان شاء الله. وكان عندي كمان شوية رز احمر اللي هو رز بصلصة او رز بتقلية زي ما تسموه، كان متبقي برضو معايا شوية كده، كنت عيناهم في مرة برضو تانية. فدول بقى ان شاء الله اللي هعملهم جنب السمك النهارده. والحمد لله السمك بيليق مع الرز اللي بكركم وبيليق مع الرز الاحمر، فالاتنين هينفعوا ان شاء الله. وهنقدمهم مع بعض بطريقة يعني جميلة كده وشكلها حلو زي ما هتشوفوا معايا ان شاء الله، يعني اكننا تعبانين في الطبق كده ومكلفين برغم ان هو حاجة بايتة يعني. فالمهم الحاجة اللي بيت نستغلها كده، ما نرماش خسارة وندخلها يعني في حاجات تانية. المهم هنا كنت بقول لكم يعتبر الفطار كده خلص معايا، السمك متبل وجاهز اللي هو يدخل فرن يستوي، وكمان الرز كده جاهز على التسخين، مش هعمل بس غير السلطة والعصير وخلاص. فقلت بقى طالما قدامي وقت كده الحمد لله، فدخلت اتوضيت وصليت العصر وقعدت اقرا في المصحف شويه، برضو ما ننساش كده الورد بتاعنا في القرآن، والصلاة كده على وقتها، لان الشهر ده اصلا شهر العبادة، لا هو اكل الشرب ولا ولا هو شهر الاكل ولا شهر الشرب، فهو شهر العبادة.
فنستغله كده يعني وننظم وقتنا علشان يكون قدامنا وقت يعني ما نقصرش في اي حاجة. وطبعا يعني طول ما احنا بنشتغل برضو نحتسب الاجر كده ونحتسب النية انه ان شاء الله تعبنا وشغلنا وكل الحاجات دي في ميزان حسناتنا ان شاء الله. اجر بقى اللي هو اطعام الطعام، اجر اللي هو انك بتعملي للناس اللي معاكي في البيت علشان يقدروا يصوموا، فنوايا كتير خالص تبع الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى كانت الساعة 6:15 تقريبا. عايزة اقول لكم ان بعد لما بصلي العصر واقرأ قرآن بدخل اعمل رياضة شوية او تمارين قبل الفطار بساعة. تمام، يعني الساعة 5 كده بدخل اعمل التمارين دي. التمارين دي انا كنت اصلا شاركتها معاكم بالفيديو ده وصورت مشهد من القناة اللي انا بعمل معاها وكده، بس الفيديو كان هيطول خالص عليكم فعشان كده ما شاركتش معاكم المشهد ده. فان شاء الله مرة تانية ابقى اشارك معاكم المشهد اللي عملته اللي هو خاص بالتمارين واتكلم معاكم عنها باستفاضة اكتر بس في فيديو تاني. ومحدش يتريق ومحدش يستقل بالتمارين ومحدش يقول ده يعني حاجات تافهة او حاجات يعني ترفيه او حاجات من دي، لا خالص. طول ما انت بتعملي دايت، شايفين الرز عامل ازاي ما شاء الله شكل كده يعني لوحة فنية يا بنات ما شاء الله. وعملت ليه بقى في الطبق الصغير ده 4 معالق رز، 2 من الكركم و2 من الرز اللي هو اللحم، بس يبانوا معاكم اللي هم كتير كده بس هم والله 4 معالق وما كملتهمش كمان. يعني كل مدى كده الحمد لله بحس ان المعدة عندي يعني بتقفل اكتر فان شاء الله اتكلم معاكم في الحاجات دي مرة تانية باذن الله. وهنا عملت لنفسي سلطة مش عليها ملح ولزوجي سلطة عليها ملح، تمام، والسمك والخضر. فبقول لكم طول ما انت بتعملي دايت لازم تعملي تمارين او رياضة لو هتمشي حتى، لان لو عملتي تمارين، لو عملتي دايت وخستيتي ورجعتي زدتي تاني اللي انت يعني نزلتيه كله هيتحول بقى لترهلات بعد كده ومشاكل بقى كبيرة خالص، يعني هتحتاج يعني وقت لما تتخلصي منها. فما ما تحطيش كلام حد في دماغك اللي يتريق عليك ويقولك تمارين ايه او جيم ايه مثلا. طبعا ما بروحش جيم، انا بعمل تمارين في البيت من على اليوتيوب. او يقولك مثلا مشي ايه او انتوا فاضيين او كلام ده. انا اللي عمل فيا كده واللي وصلني المرحله اللي انا فيها دي علشان كنت بركز مع كلام الناس ده انتوا فاضيين، ده تمارين ايه، ده مشي ايه، ده رياضه ايه. فما تحطيش كلام حد في بالك خالص. اعملي تمارين طول ما انت بتعملوا ده، تعملي تمارين علشان خاطر جسمك ما يتبهدلش بعد كده ويحصل فيه ترهلات. تمام، اللهم بلغت اللهم فاشهد. انا علشان في ناس ظريفه كده وتبقى تستظرف وتمارين ايه وانتوا فاضيين والكلام ده، فعشان كده قلت الكلمتين دول. تمام المهم هنا بقى كنا بعد لما فطرنا الحمد لله نزلنا رحنا للراجل اللي بيصلح غسالات عشان خاطر نقول له على الغسالة بتاعتنا، وقال ان هي هتكلف تقريبا 180 جنيه غير تصليحه، والله المستعان. الغطا بتاع النشاف يعني مكسور، ان شاء الله لما تتصلح هبقى اشارك معاكم برضو اقول لكم اتكلفت ايه، ويعني علشان لو حد عنده حاجه عايز يصلحها يعني خاصه بالنشاف وكده. وبعد لما روحنا بقى الوقت ده كده كانت الساعه تقريبا 2 بالليل، يعني لكم ان تتخيلوا غسل الغسيل ده يعني اول لما صحيت ونشرته الساعه 2 بالليل، لما الناس اللي تحت لمت غسيلها وكمان لما الهدوم اتصفت يعني وكده. فالنشافه دي يعني نعمه كده والله من عند ربنا، فان شاء الله نصلحها على خير. وهنا بقى هسيبكم في رعاية الله واقول لكم مع السلامة واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.